الحمار بص للنمر وقال له بقول لك ايه، الزرع لونه ازرق. فالنمر رد بهدوء: ازرق ايه بس، ده اخضر. فضلوا يشدوا مع بعض لحد ما قرروا يروحوا يحكموا ملك الغابه. فراحوا للاسد. الحمار قال له: يا جلالتك، الزرع ازرق صح؟ الاسد بص وقال له: اه ازرق. الحمار اتحمس وقال له: يبقى عاقب النمر، ده عمال يقاوح. الاسد لف للنمر وقال له: انت محكوم عليك بسنه سكوت. فالحمار مشي وهو مبسوط قوي: الزرع ازرق، الزرع ازرق. النمر استغرب فقرب للاسد وقال له: بس الزرع لونه اخضر صح؟ فالاسد قال له: طبعا اخضر. امال بتعاقبني ليه؟ الاسد رد وقال له: عشان واحد حكيم زيك ما يضيعش وقته وهو بيحاول يثبت حاجه لواحد احمق. مش كل النقاش محتاج تفكيرك، في نقاشات بتسحب منك الطاقه. بس بطل تشرح نفسك للناس مقرره من الاول انها مش هتفهم. سيبهم بزرعهم الازرق. كل مره تتخانق فيها مع واحد احمق انت بتستغنى عن هدوءك بسببه. تصرف بذكاء، كلم اقل واعمل اكتر. دي طريقه الملوك. لو فضلت طول عمرك بتحاول تكسب نقاشات فاضيه هتضيع طاقتك اللي المفروض تبني بيها حياتك. لا تجادل الاحمق وستي سيف.